بما اننا بقى داخلين على العيد الكبير، والعيد الكبير يعني ايه؟ رقاق وصينية الرقاق بتاعتنا. النهاردة بقى هنعمل الرقاق بتاعنا الناشف بتاع العيد اللي احنا هنعمل بيه الصينية، اجمل صينية رقاق. يلا بينا كده نبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف الرقاق بتاعنا ايه النهاردة هنعمله ازاي. طبعا مش محتاج اي تكاليف ولا اي مقادير، بالمية والدقيق والملح بس هتعملي اجمل والذ رقاق وانضف كتير من اللي انتي بتجيبيه من بره، وكمان انتي ضامنه نظافته. يلا بينا كده نبدا. وقبل ما نبدا، لو كملتي الفيديو معايا اعملي لي لايك ومتابعه للقناه. انا هنا معايا نص كيلو من الدقيق. لو حابه ان انتي تجربي لاول مره اعملي بس نص كيلو من الدقيق او ربع كيلو حتى، علشان الكميه متبقاش كتيره عليكي. معايا هنا نص كيلو من الدقيق ومعاه نص معلقه من الملح. هقلب كده كويس واكون نخله الدقيق كويس جدا قبل ما اعمله، واكون محضره هنا معايا كوبايه ميه. نص نص كيلو الدقيق بياخد حوالي كوبايه وربع من الميه. هبدا ان انا انزل الميه واحده واحده وافرك في الدقيق بالشكل ده لحد ما يشرب معايا كوبايه الميه. هاجم بقى كويس جدا لحد ما اخلي الدقيق له عرق عشان يسهل معايا عمليه الفرد. هاجم بقى كويس كده، يعني حوالي كده من 5 ل6 دقايق عجن. العجينه كده اتلمت معايا، وحاولي ما تخليش العجينه طريه معاكي او بتلزق، خليها ناشفه يعني شويه صغيرين كده. عجينه الرقاق مش بتبقى طريه ومش بتلزق في الايد. افضل بقى ادلك فيها بالشكل ده لحد ما تتمسك معايا، يعني زي ما قلنا كده من 5 ل6 دقايق. اهي العجينه بقت معايا بالشكل ده، وملاحظين ان العجينه قاسيه معايا مش طريه. هجيب بقى كده العجينه هلمها معايا بالشكل ده، واحطها بقى كده في بوله من غير ما تحطي فيها اي ماده دهنيه. والعجينه هنا بقى معايا ما خدتش معايا يعني ما خدتش ماده رفع معايا، لا بيكنج باودر ولا خميره. حطيناها كده في البوله وهغطيها وهسيبها ترتاح معايا نص ساعه علشان تسهل معايا عمليه الفرد. اهي بالشكل ده. كل ما تريحي العجينه بتاعه الرقاق اكتر، كل ما هتاخدي يعني فرد يعني ممتاز بطريقه ممتازه واسهل معاكي، علشان مش بيبقى فيها خميره او بيكنج باودر، فالعجينه بتبقى صعبه شويه، فلازم تريحيها شويه. بعد ما ريحناها نص ساعه، جبت العجينه وقطعتها كده كور بالشكل ده. انا كده هنا عملت الكوره بحجم البيضايه كده بالشكل ده، وممكن لو حابه تكبريها شويه دي حسب راحتك انتي بالشكل ده، بس انا بحبها بالحجم ده كده. عملتها كور بالشكل ده، وبقى ببدأ ان انا احطها كده في صينيه او حاجه، وهسيبها ترتاح كمان نص ساعه. بالشكل ده. طبعا الرقاق باسعار يعني باسعار عاليه جدا السنه دي، فيستحسن انت تعمليه في البيت ارخص واوفر، وهو مش بيتكلف حاجه. عملنا كده الكميه بتاعتنا بالشكل ده. الصينيه بتاعتي فردت عليها شويه من الدقيق علشان العجينه ما تلزقش في الصينيه، ورصيناها كده بالشكل ده. النص كيلو عمل معايا حوالي 13 كوره من الرقاق. هغطيها بقى كده كمان بحاجه واسيبها كمان نص ساعه، هتفرد معايا وهتبقى يعني في الفرد هتبقى سهله جدا معايا. اهي بالشكل ده. بعد كده ما ريحناها كمان نص ساعه، هبدا ان انا افرد الرقاقه معايا. رشي بقى دقيق كده من تحت وحطي دقيق من فوق، وما تخليهاش ان هي من غير دقيق طول الوقت عشان بتلزق في ايدك ومش بتتفرد بسهوله. بالنشابه بقى ونفرد كده بالشكل ده، نوسع كده نص توسيعه كده، وبعدين نبدا ان الفرد بايدينا. اهي بالشكل ده. الطريقه دي سهله جدا، بتخليكي تفردي الرقاق بمنتهى السهوله. كنت عامله فيديو تاني بطريقه فرد غير دي، ان انتي بتجيبي
بتجيبي أربع قطع من العجين أو 5، بس لو انت لسه مش متمكنة فيها أو لسه بتجربي، ابدأي ب3 بس أو ب2. إن أنا أفردهم نص فردة صغيرة كده، وبعدين أحط طبقات من الدقيق والنشا، واحط ال5 رقات فوق بعض وهم لسه صغيرين، وافرد بقى بالنشابه لحد ما يوسعوا معايا، وبعدين ابدا ان انا اشيل واحده واحده. وبالطريقه دي بتفردي اكبر كميه من الرقاق في وقت قياسي جدا، في وقت صغير. خلصناها كده فرد بالشكل ده. الطريقه دي كمان سهله جدا. وبعدين كده لفيناها على النشابه، وبكون بقى مجهزه الفرن بتاع البوتاجاز معايا. لو انت بقى مش متوفر عندك فرن من البلدي وعندك فرن البوتاجاز بس، هتعملي الطريقه دي. هتسخني البوتاجاز بالشكل ده من جوه، هتولعيه كده لمده 10 دقايق، وتكوني كافيه الصينيه عليه بالشكل ده. وبعدين تجيبي الرقاق، تخلصي فرد الرقاق وتروحي فردها عليه بالشكل ده، هتنجز معاكي. وتسيبي البوتاجاز والع لحد ما تخلصي الكميه كلها، علشان لو الصينيه بردت الرقاقه تبقى معضمه. طلعت معايا بالشكل ده، واخده لون ذهبي جميل جدا. لو الفرن شغال معاكي من تحت ومن الشوايه، ولعيهم الاتنين مع بعض كده، الشوايه ومن تحت. لو الفرن مش شغال شوايه، ولعي من تحت بس، ولما تاخد وش كده من اللون اللي تحت، اقلبيها على الوش التاني. نعمل مع بعض كده كمان واحده تانية. انت ممكن تعملي الكميه كلها وتفرديها على ملايه، ولما تخلصيها تولعي الفرن وتشتغلي عادي جدا، مفيش اي حاجه. طريقة الفرد دي سهلة جدا، وكمان الطريقة التانية برضو جميلة جدا. وهنسيب لك اللينك بتاع الفيديو في صندوق الوصف تحت، علشان لو حابة اي طريقة من الاتنين. يلا بقى قومي كده تشجعي، هاتي الدقيق والمية، وحضري كده الرقاق بتاع العيد بتاعك. كل سنة وانتم طيبين. اهي اتفردت معايا بمنتهى السهولة، اسهل كمان من ان انتي بتفرديها بالنشابة. اهي بقت معايا كده بالشكل ده، شايفين؟ اهي رقيقة جدا ومش متخرمة او اي حاجة مني. والتسوية بسم الله ما شاء الله تحفة جدا يا جماعة. وحاولي ان انتي ما تديهاش لون غامق زيادة عن اللزوم، علشان لما تعملي الصينية في الفرن باللحمة المفرومة، كده كده هتاخد لون معاكي وهتلون. شايفين الرقاقة طالعة من الفرن ما شاء الله تحفة جدا، واخدة لون على خفيف وهادي جدا، وكمان مش معضمة وخفيفة، بيتكسر معانا يعني. مش مستحمل بصراحة من كتر ما هو جميل ورقيق جدا. يعني بشوية دقيق ومية بس هتعملي كمية من الرقاق، بدل ما تشتري وانتي منتش ضامنة نظافة الحاجة اللي بره. شايفين عمل معايا كمية ما شاء الله، عمل معايا نص كيلو، عمل معايا 13 رقاقة. ولو حابة بقى كل ما تزودي في الكمية، كل ما هيبقى معاكي كمية الرقاق اكتر. طريقة تخزينه بقى ان انتي هتجيبي الرقاق بعد ما تخلصيه، هتفرديه كده لحد ما يبرد، وبعدين تجيبي كيس كبير وتروحي راسته فيه الرقاق واحدة واحدة علشان ما يتكسرش، وتروحي رابطاه بالراحة كده وتروحي راكناه. هتركني بقى فوق التلاجة او في مكان كده بعيد عن الاولاد علشان ما يكسروهوش. كمان في طريقة كمان ممكن تخزني بيها. هتجيبي ورق اللي هو ورق الزبدة الابيض ده، وتروحي راسته فيه يعني حوالي 5 أو 6 رقات فوق بعض، وتلفيه بورق الزبدة بالراحة كده، وتلزقيه بسولوتيب كده اهو، وتركنيه برضو في حاجة يعني تاخدي على قد استعمالك وبس. وبرضو تخليه في مكان بعيد عن الولاد الصغيرين علشان ما يكسرهوش. بالطريقة دي هتقدري تعملي رقاق للسنة كاملة، مش للعيد بس. كل ما تبقي محتاجة تجيبي دقيق ومية وتعملي كمية الرقاق اللي انتي محتاجاها، بدل ما تنزلي وتشتريه من بره. شايفين يا جماعة؟ ناعم جدا ومقرمش وتحفة جدا. هتقدري بقى ان انتي تشتريه في اي مكان، يعني كل ما تبقي محتاجة منه هتطلعي. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يعيد علينا الايام بخير يا رب. لو وصلتي معايا لهنا ما تنسيش تحطي لايك واعملي اشتراك في القناة، واستني كده متابعة معايا. استني كده وشوفي الفيديوهات اللي انا بنزلها اول باول، ولو عجبك كده اكتبولي في الكومنتات. قناتي اسمها هند سليم.
كل سنة وانتم طيبين.